حطيت صينية البايركس بزبدة أو أي صينية بتفوت على الفرن، ورصيت فيها قطع من التوست الطري. من بعد ما حطيت التوست رح اخد بطرف التوست بس رح اعومها بالحليب لحتى تضلها طرية وما بس على الفرن. بعدين رح اخد اي نوع صوص بيتزا انتو بتحبوا طعمته ورح ادهن فيه التوست. وبعدين رح احط اي نوع من القصص اللي بتنحط على البيتزا مثل الزيتون، الفطر، اذا عندكم بتحبوا الذرة او البصل او الثوم. وبعدين حطيت فوقها الجبنة يلي بتسوح كمان اي نوع بتحبوه. حطيت انا اشقوان مع موتزاريلا. وبعدين حطيت طبقة تانية من التوست الطري. وكمان عملت نفس الطريقة بأول الفيديو. بللت اطراف التوست بشوي من الحليب، وبعدين حطيت طبقة تانية من صوص البيتزا، وبعدين شوية فطر وجبنة على الوجه. وبعدين حطيتها بفرن سخن، سخنته من قبل بوقت لحتى ياخد تقريبا ربع ساعة بس لحتى يتحمر الجبنة وتسوح. واخر شي بدي قلكن صحتين بتتقدم سخنة وطعمتها كتير طيبة.